الشخص النرجسي ما اتولدش كده، لكن هو اتربى انه دايما الافضل، وانه مش مسموح له نهائي ان هو يغلط، وانه لازم دايما يعمل مجهود علشان يثبت نفسه علشان الناس تحبه. لكن ما ينفعش ان الناس تحبه كده حب غير مشروط ومن غير اسباب. في طفولته اتعود ان هو يكون يا اما مميز بزيادة، يا اما اهله تجاهلوا مشاعره بزيادة قوي وما كانوش عاملين اعتبار لمشاعره. فتعود ان هو يخلق لنفسه نسخة مثالية، علشان لو اهله مخليينه مميز قوي فدايما لازم يبقى على نفس التوقعات، لازم يبقى الشخص المثالي اللي ما ينفعش ينزل عن توقعاتهم. ولو الناس بتتجاهل مشاعره واهله بيتجاهلوا مشاعره فهو برضه لازم يكون منه نسخة مثالية علشان الناس تحبه وتحس بيه وتقدره. بيعمل كده زي بالونة حواليه يتحامى فيها. علشان كده الطريقة دي غالبا بتطلع لنا شخص لما يكبر يكون شخص نرجسي، لأن هو دايما بيدور على الإعجاب، شايف إن الحب الحقيقي عمره ما كان كفاية. هو أصلا مش بيدور على حب حقيقي لأنه عارف إنه مش هيلاقيه، لازم يبقى فيه سبب علشان أتحب. النرجسية مش غرور وبس، لكن هي عبارة عن درع الشخص بيخبي جواه خوفه من إنه حاسس إنه مش كفاية أو مش مقبول. دايما عايز يحس إن الناس متقبلاه وحباه وبيعظموه وبيفخموا فيه، فعلشان كده هو بيعمل ده مع نفسه علشان الناس تعمله معاه. لو انت عايز تعرف اكتر عن النرجسية اعمل لنا سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، او اعمل لنا لايك او فولو لو انت على الفيسبوك، علشان قريب جدا هنزل لكم فيديو عن النرجسية بكل حاجة عنها، بأسبابها وطرق التعامل معاها وكل حاجة انت محتاج تعرفها. لان انا بشوف دلوقتي على السوشيال ميديا اي حد بيقول على اي حاجة نرجسية، اي حد او اي شخص مضايقنا شوية بنقول عليه نرجسي. لكن انا هكلمكم من وجهة نظر علم النفس بالظبط. الشخص النرجسي اللي عنده اضطراب نرجسية هو عبارة عن ايه، واعرفه ازاي واتعامل معاه ازاي.